السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ كلشي واداك؟ فين وصلتوا مع التحضيرات رمضان؟ الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحيحه والسلامه وبشي رزيق يا رب العالمين. كيف كتشوفوا البنات؟ انا درت معكم هنا مركزات اللي ساهلين واقتصاديين دائما مع الاقتصاد ومع البساطه ومع الحاجه اللي سهله واقتصاديه وصحيه وبدون مواد حافظه. كنوجدوا مجموعه من العصائر بمذاقات مختلفه رائعه وكيجي منعش هاد العصير. وراه كيف كتشوفوا المركز كنديروه في الفريغو وكنجبدوه كيبقى هو ما كيجمدش. كنهزوه هكا معلك معسل زوين وبمذاق رائع كيبقى هو هانتوما كيف كتشوفوا ديروا غير بحال هاد الطريقه وغادي يجيكم عصير كترضوا جميع الاذواق. كاين فريز، كاين ليمون، كاين تفاح، كاين بنان، كاين خيار، كاين خزو، كاين هذا كلشي المذاقات درتهم هنايا. خليكم مع الفيديو، ما تنسوش ليا لايك الفيديو. كيف كتشوفوا كنغسلوا الفواكه ديالنا كاملين مزيان 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 هكا باش الا سطو كاع ديروا ليه شويه ديال الخل راه احسن. كيتنقاو الفواكه كيكونوا زعما معقمين ونقيين. انا راه المقطع اللي كنت درت فيه الفريز والتفاح والبنان مشى ليا، تمحى ليا من التليفون. المهم كيف كتشوفوا غسلت التفاح تما وكنقيه. نتوما الا بغيتو تدخلوه غير بقشرته خلوه، راه كيعطي واحد المذاق احسن. انا حيدت ليه ديك القشره ديالو، كنقطعو هكا طريفات صغار وغادي ندير عليه طرف ديال السكر وغادي نديه يغلى شويه فوق البوطه. من بعد ما يغلى كنخلوه يبرد شويه وكنطحنوه كيولي مركز رائع. هذا التفاح هذا هكا كنخو عليه واحد الكاس ديال الحامض باش ما يكحالش لينا التفاح ديالنا، ونديه ندير عليه السكر ونديه يطيب فوق البوطه ونرجعو باش نديرو المركز ديال الليمون. هنايا راه طاب داك التفاح طاب صافي. غادي نطحنوه هكا في المولينكس هكا وغادي نديروه في واحد البواطات، نخليه هكا يبرد شويه وغنديروه في بواطات وغادي نديه للفريغو. كيف كتشوفوا هكا ساهل دغيا كيوجد هذا المركز. وما نديروش السكر قليل، الا درنا السكر قليل راه ما كيجيناش مركز، راه كيجي قاصح كيجمد. خاصنا ضروري نديرو السكر. من بعد ما نديرو السكر من بعد كنبداو غير نخلطو، ما كنزيدوش السكر. ملي كنبغيو نشربو العصير كنهزو غير القياس ديالنا وكنشربوه عادي بلا سكر بلا والو، حيت اصلا هو مركز فيه السكر. صافي كنشدو الليمون كنحيدو ليه القشره هذه ديالو هكا وكن حيدت ليه القشره كامله. من بعد كنقطعوه وغادي نعصرو في العصاره، وداك العصير ديالو غادي نصفيه على هاد القشره هذه. كيف كتشوفوها نتوما الطريقه راه باينه. كنعصر فوق ديك فوق ديك القشره ولا عصروه في شي كاس اخر. المهم كنديروا ليه بحال هكا حتى كنكمل العصير الليمون كامل اللي عندي. هانتوما كيف كتشوفوا غادي نزيد عليه السكر سنيده. انا ما كنعبرش في الحقيقه، ما نكذبش عليكم، غير كنهز وكندير عيني ميزاني. صافي كنخلوه هنايا يضل نهار كامل ولا ليله كامله. كنخلوه باش يولي مركز. صافي كنديروا الحامض حتى هو. هاد الحامض عندي شويه عيان ما غاديش يدير ليا مركز بزاف، غادي نزيد مازال انا الحامض وغادي نزيد المركز ديال الليمون. انا البنات راه كنستهلك الليمون بزاف وكنستهلكو بزاف هذا رمضان. غادي نزيد مازال انا هذا غير شاركته معكم. غادي نزيد مازال العصير ديال اللي غادي نزيد زعما مركز ليمون ومركز الحامض من بعد ان شاء الله، ولكن ما غاديش نشاركو معكم. صافي كيف كتشوفوا درت تاني داك العصير على ديك القشره اللي حكينا وزدت عليها السكر سنيده. صافي غنخليه حتى هو. هنايا الخيار حتى هو اللي مغسول وغادي نقيه حتى هو، غنقطعو طريفات وغادي نطحنوه وغادي نديرو حتى هو مع السكر سنيده وغنديه حتى هو نديروه في الفريغو. كيجي رائع هاد الخيار البنات ومنعش. راه الخيار ما كيصبرش، كيديروه في الثلاجه دغيا كيخسر، ما كيبقاش صح، ما كيبقاش زعما هو هذاك. المهم ديروا ليه بحال هكا. الخيار كيكون عندي معاه، كنت جابتو ليا مرت خالي عندي بزايد في الثلاجه، قلت انا نديرو حتى هو مركز وجا بنين. اش غنقول لكم، راه والله ما نكذب عليكم الا زعما رائع. صافي كنطحنو حتى هو كامل في هاد الهاشوار. صافي كنديروه في ديك البواطه هكا بلا ما نصفيه. انا ما بغيتش ما صفيتو ما والو، خليته هكاك. حيت هو اصلا ما غاديش ما خصوش يتصفى. صافي كنزيد عليه حتى هو السكر مزيان وكنحركوه. كيف قلت لكم ما نقللوش السكر، الا قللنا السكر ما كيجيناش مركز، كيجينا مجمد، فهمتوني؟ السكر ضروري خصو يكون سكر حتى بحال كنديرو بحال الا كنديرو الكوفيتير هكاك بحال هكاك. المهم اسمعوا بحال هكا الكوفيتير. المهم كندير حتى هو هكا في البواطه وكنحيدو. صافي الحامض حتى هو راه تركز ليا هنايا غادي نجيب نصفيه
بالصفايه. وديك القشيره ما كنفرطوش فيها، راه كتجيبوا الكيكه رائعه، كنديروها في الثلاجه، كتجي كتديروها في البريوش، ديروها في الكروه، في القرص ديروها. زعما كتصلح لشحال من حاجه. هذيك القشيره كتبقى نديروها في واحد الطاسه ونخلوها حتى هي نحتفظوا بها. هنايا في البواطه غادي ندير نص ديال الحامض هنا، وغادي نخليها تنزيد عليها القشره ديال الليمون في الجهه الاخرى. ها نتوما المركز ديال الليمون تا هو راه تركز. غادي نصفيه تا هو مزيان من هنا وتعسلت لينا ديك القشره تا ولات معسله. هانتوما غتشوفوها كيفاش ولات واحد المركز، راه اش غنقول لكم، راه غزال ما شاء الله. صافي هانتوما شفتوا القشره كي ولات معسله حتى هي. صافي غنصفيها مزيان من الليمون وغادي نديرها حتى هي في الطاسه. حتى حاجه ما تضيع، حتى حاجه ما كل حاجه لاش كتليق، حتى حاجه ما نضيعوها ان شاء الله. صافي كندير هذا تا هو نديه للفريغو. والقشره غادي نديرها في البواطه. وهنايا جبت الباربه من بعد حتى هي ما غسلتها، غادي نقيها هكا ونقطعها حتى هي طريفات، وغادي نديها حتى هي طيب على البوطه. كيف كتشوفوا حتى هي راها كتجي زوينه ومذاقها رائع في الفريغو. هكا بالمركز كتجي حسن، انا جاتني حسن. آه كتجي سهله. تكونوا مزروبين، تكونوا غاديين لشي حاجه، زعما عندكم شي غرض ضروري، حتى لاخر لحظه وكنجبدوا المركزات ديالنا وكنديروا العصائر ساهلين واقتصاديين. كنجيبوا السكر كنديروا عليها هكا من الفوق. كندير القياس ديالي ديال السكر، غادي نزيد عليها الماء وغادي نديها طيب هكا شويه. وهنايا الخيزو تا هو غادي نقيه من بعد ما غسلته، غادي نقيه تا هو نقطعو طريفات وغادي نديه تا هو يتسلق. من بعد غنزيد ندير عليه السكر باش يتركز تا هو. هانتوما من بعد ما نقيتو كامل قطعته درت عليه الماء، غادي نزيد عليه نديه يطيب. من بعد ما طاب هانتوما كتشوفوا غنزيد عليه السكر ونحركو مزيان ونخليه حتى يذوب ليا ديك السكر مع داك مع خيزو. هانتوما صافي غادي نخليه تا هو، او غنخليهم يبردوا شويه. هنايا كنجيب الميكسور وكنطحنهم. صافي غنديرو تا هو في بواطه. من بعد ما برد شويه غنديرو في بواطه ونديه تا هو الفريغو. وغادي نطحن الباربه تا هي ونديها تا هي الفريغو ونشوفوا المركزات ديالنا كيفاش جاو كاملين. انتما راه كيطحن كيجي رائع المذاق ديالو، والشكل ديالو حتى هو كيبقى هو ما كيتبدلش. الباربه تا هي طحنتها. صافي غنديها الفريغو. كيف شفتوا البنات المركزات ديالي راه باتوا ليا كامله في الفريغو. من بعد ما حتى تركزوا هكا البنات. كتشوفوا كيف كتشوفوا كندير كنشارك معكم هكا بالمعلقه باش تشوفوا راه ما كيقصحوش، راه كنهزوهم معسلين هكا وكنديروهم في الماء كيذوبوا. انا غادي نوريكم الطريقه ديالهم وتشوفوهم راه ما كيتكون زعما ما كيجمدش كيبقى هو معسل. كنديروه في الكاس كنخو عليه الماء كيذوب. هذيك الساعات كلشي المركزات ديالي هما هادو واجدين. غادي نجيب الكيسان دابا باش نشارك معكم العصير باش تشوفوه كيفاش كيجي. راه دغيا كيوجد ومركز رائع زعما واقتصادي وسهل. كنتمنىكم تجربوهم وديروهم في الفريغو ويجيكم ساهلين ان شاء الله في هذا رمضان. غادي نبداو بالليمون. غنديروا الليمون هو الاول، معلقه ديال المركز ديال الليمون. غادي نديرو معاه خيزو، معلقه ديال المركز ديال خيزو. صافي غنخليه هنا. غادي نجيبو الخيار، نديرو مركز ديال الخيار. كيتعطل ديال الخيار ها هو الباربه.
واجد. غادي نجيبو ديال الفريز، شو ديال الفريز شتو. غادي نجيبو الحامض، بنان، المهم ها هو ديال البنان وجد. ايوا ها هما، باش نوريكم، ها هما العصائر ديالي كلهم وجدتهم بمركز الليمون. بغيتو ديروهم بالتفاح ديروهم، بغيتو ديروهم بالحليب، مع الحليب ديروهم، بغيتو ديروهم مع الليمون ديروهم. المهم هاد المركزات راه يجوا مع غير مع الماء، راه ديروهم بلا ما ديروا زعما كاع حتى الليمون، كيجوا واعرين. المهم البنات يمكن لكم تجمعوا عصير كلشي هادشي في عصير واحد، كيجي باناشي، كيجي غزال، تجمعوه في قرعه كبيره وتفرقوه على الكيسان، كيجي زوين. المهم نتوما تفننوا فيه كيف ما عجبكم ديروه، راه زوين ومهم اقتصادي وصحي وما فيه حتى شي مواد حافظه. شكرا لكم على المشاهده ديال الفيديو، وما تنساوش ديال لايك. الله يجازيكم بخير فضلا وليس امر. شكرا لكم بزاف بزاف. الله يصومنا رمضان بخير وعلى خير، الله يوصلنا ليه بخير وعلى خير ان شاء الله. خليتكم على خير، نتلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم.